السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم الكشري بناء على طلباتكم. كذا حد قال لي اعمل لنا الكشري، انا هعمل لكم الكشري بطريقتي، وهحاول نختصر على قد ما نقدر في المواعين وما نكركبش المطبخ، ونعمل خطوات كتيره مع بعض بحيث ان احنا ننجز شويه، لان احنا عارفين ان الكشري خطواته كتير. اول حاجه انا بجيب الحمص بالشكل ده. الحمص ده عندي انا بجيبه مثلا بنص كيلو، وبنقعه وبسلقه وبحدقه وبحطه على قد الكميه اللي انا عايزاها في اكياس. اما اكون عايزه اعمل كشري فجاه طبعا، لان لو انا حبيت اعمل كشري فجاه وهعمل حمص، طبعا الحمص ده بياخد وقت، بيتنقع يوم وبيتسلق فبياخد وقت. فانا بطلعه بيبقى معايا ادي الحمص بيبقى جاهز. لو ما عندكيش حمص ما توقفيش خالص. ادي الحمص بتاعنا جاهز متحدق برده وحلو ومفيش مشكله. ادي العدس بجب انا خدته ونقيته كويس قوي وحطيته في شويه ميه وحطيته على النار خطوه خطوه كده، عشان يسهل عليك الموضوع وما تحسيش ان الموضوع مكركب شويه عليك. اول حاجه هنعملها هنحمر البصل. ادي البصل انا قطعته جوانح بالشكل ده اهو. انا بحب اقطعه كده، بصوا بفككه عن بعضه. حابين تعملوه مربع، حابين تعملوه زي ما انا عاملاه كده حابين. اول حاجه هعملها هقلي البصل ده هنا وافرشه في طبق كده عشان ينشف. وبعدين الزيت اللي انا خدت منه هسلق منه المكرونه وهعمل منه الرز. ادي الرز انا هعمل كميه صغيره لان الكشري بتاعنا طبعا بيفرد بكتير. معايا الرز هعمله رز قد مقدار الشعريه عشان يبقى شعريته كتير. طبعا في المحلات بيعملوا المكرونه طبعا انواع زي ما انت عايزه، انا اللي انا هستخدمه المكرونه الصغيره دي ومعاها مكرونه الاقلام دي. وطبعا ادي الشعريه بتاعتنا برضو اهي هستخدمها مع الرز. فانت حابه تشكلي كذا نوع مكرونه زي ما انت عايزه، حابه تحطي مكرونه اقلام، تحطي مكرونه معوجه، تحطي اي نوع اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم كمان في المحلات بيحمروا الشعريه لوحدها، فطبعا هعمل شعريه لوحدها وهعمل رز. وفي برضو بيعملوا العدس على الرز، انا ما بحبش الرز على العدس. انا بسلق العدس لوحده وبسلق المكرونه الانواع كلها مع بعضها في حله واحده، وبعمل الرز والشعريه بكتر له الشعريه برضو في حله واحده والصلصه. وهعمل كمان الدقه مع الصلصه كمان في حله واحده عشان خاطر يبقى يعني الصينيه دي هقلي فيها البصل وهعمل فيها الدقه وهعمل فيها الطماطم، تبقى هي واحده وخلاص. المكرونه الحله دي هتبقى المكرونه والحله دي هتبقى للرز عشان خاطر ننجز. هنقول دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. انا هولع على الصينيه واحط الزيت. دلوقتي الزيت بتاعي سخن، انا هحط نص كميه البصل هحمرها طبعا على مرتين عشان البصل بتاعي يبقى، بصوا يعني الزيت مغطيه عشان خاطر ينشف. حابين تعفروها بشويه دقيق وشويه نشا، او ده لوحده او ده لوحده زي ما انتوا عايزين. ممكن اعمل لكم النص ده اهو. انا عملت النص ده اهوت، هنزل كمان شويه اهو. هعمل لكم ده من غير اي حاجه خالص اهوت. اهم حاجه بس لو في بصل مكتل كده ببعضه نفككه عشان خاطر ما يطرش تاني اهو. والكميه دي هنحط عليها شويه نشا او شويه دقيق او الاتنين مع بعض ونحمرهم برده عشان اللي حابب يعمل الخطوه دي واللي حابب يعمل الخطوه دي. دلوقتي زي ما قلنا الحله دي هسلق فيها المكرونه، والحله دي بتاعه العدس. هنا هحمر البصل وهعمل مكانها الدقه وهعمل مكانها الصلصه. هنا هعمل الرز برده عشان خاطر ننجز الوقت. والبصل بيتحمر هاخد منه شويه زيت على معلقتين سمنه او معلقه سمنه، لان انا هعمل كميه رز صغيره وهنعمل الرز مع بعض برده. دلوقتي اهوت انا حطيت حله على النار وحطيت فيها ماده دهنيه سواء زيت او سمنه او سمنه وزيت، وهحمر الشعريه. انا زي ما قلت لكم هعمل كوبايه من الشعريه وعليها كوبايه من الرز عشان خاطر الرز بتاعنا يبقى شعريته كتير. وزي ما احنا شايفين البصل بتاعنا بيحمر، وهناك اهوت العدس ابتدى يغلي. عايزه اقول لكم ان العدس ما تسيبوش يستوي قوي عشان القشره بتاعته ما تطلعش منه يبقى شكله مش حلو. زي برده ما وريتكم قبل كده في الحمص، لازم يبقى سواه حلو بحيث ما يزيدش قوي. فتبص تلاقي الغلاف بتاعه اهو، يبقى الغلاف بتاعه شايفين اهو، يبقى الغلاف بتاعه طالع منه كده وشكله مش حلو. شايفين هنا بتبقى القشره لازقه في الحمصايه او في العدسيه يبقى شكلها احلى. دلوقتي انا هشوح اهوت الشعريه بتاعتي، ما حمرهاش قوي لان هي الرز هيبقى قد الشعريه، فلو حمرت الشعريه قوي يعني الرز بتاعي هيبقى غامق شويه.
دلوقتي البصل بتاعي ابتدى يحمر، هديله تقليب اهوت. احنا عارفين ان البصل بتاع الكشري هنسيبه لحد ما ياخد لون. انا هجهز طبق وهفرش فيه مناديل عشان تفرش الزيت. خلي بالك دلوقتي العيون كلها تعتبر شغاله، هنعمل كذا حاجه مع بعض. عايزه اقول لكم ان الشعريه بتاعتنا خلاص احمرت اهي. انا خدت على فكره الزيت من الزيت بتاع البصل، هنزل بالرز اهو. وانا الميه عندي سخنه اللي انا عاملاها عشان خاطر المكرونه اهو. دلوقتي البصله بتاعتنا احمرت، انا هشيلها الاول اهيت، شايفين؟ هفرشها حلو قوي عشان خاطر تنشف. هنحط على الشويه اللي فاضلين دقيق ونشا، وهوريكم ان طبعا مفيش فرق، كده بينشف ان شاء الله وكده بينشف. هننشل كل البصل بتاعنا اهوت. دلوقتي انا جبت بقيه البصل، حطيت عليه شويه من الدقيق وشويه من النشا وقلبتهم كويس قوي مع بعض، وهنزل بيهم تاني على الزيت، وهوريكم اللي انا عملته من غير اي حاجه خالص اهو. برضو زي ما قلنا لو في حاجه ماسكه ببعضها نفككها، بس انا هسيبها كده بقى على النار. دلوقتي هنرجع للرز. ادي الرز بتاعي انا حطيت عليه شويه ملح، وحطيت عليه مكعب مرق الدجاج اهو شويه صغيرين، لان طبعا مفيش شوربه، وهقلبهم تاني. وانا هزيدهم بقى ميه سخنه، لو عندك شوربه ماشي، ما عندكيش اعملي زي ما انا هعمل كده انا عايزه اوريكم بس الرز اهو. هزيده ميه من الحله اللي انا عاملاها للمكرونه اهي، دي ميه سخنه انا عاملاها للمكرونه اهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هغطيه. طبعا ديت بصل مكان الزيت بتاع البصل. خلاص كده يعتبر الرز بتاعي انا هيغلي واوطي عليه، يبقى الرز كمان اتعمل اهو. بصوا حبايبي دلوقتي خلاص الرز زي ما قلنا غطيناه اهو يستوي. وادي البصل اللي احنا حطينا عليه نشا وحطينا عليه دقيق، والعدس انا دلوقتي هو داخل في سوا، انا زودت شويه ملح عشان يبقى حدقه حلو، وولعت تاني على الميه بتاع المكرونه. يعني اخر حاجه هعملها هي المكرونه، عشان خاطر المكرونه ايه ما بتتسلق وترتكن شويه، ما بتبقاش قد كده. وبرده اما نسلقها هنغلفها بمعلقتين زيت عشان خاطر تنام فرفره. دلوقتي هنعمل الصلصه ان شاء الله، بس هوريكم القرمشه بتاعه البصل اللي معموله من غير اي حاجه خالص، والقرمشه بتاعه البصل اللي معموله بدقيق ونشا. ان شاء الله هيبقى مفيش فرق. هستنى شويه لحد البصل ده ما يحمر وارجع لكم تاني حبايبي. ودلوقتي ادي البصل بتاعنا اللي احنا عملناه من غير اي حاجه، شايفين؟ بصوا بيتكسر ازاي، شايفين ناشف وعامل ازاي اهو من غير اي حاجه اهو. شايفين بصوا بتتكسر ازاي اهي، بصوا اهو. وادي البصل اللي احنا حطيناه عليه دقيق، انا هركن ده في ركن كده اهو، وهحط التاني جنبه. ضروري ان انت تفرشيه عشان خاطر اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. نصفيه كويس قوي من الزيت اهو، ونحطه كده ونفرفره واحنا بنحط اهو. هيطلع معاكي شويه بصل مقرمشين حلوين جدا اهو. حابه بقى تعملي بالدقيق انت حره، حابه تعملي ساده زي ما احنا عاملين برده انت حره اهو. شايفين؟ بصوا بقى، يعني حابه تعملي من غير دقيق ولا نشا، وادي اللي احنا حمرناه بالدقيق والنشا اهو برده اهو، الاتنين مقرمشين وجمال. دلوقتي انا سايبه لسه في بواقي بصل، انا هاخد شويه من الزيت ده هحطهم على المكرونه، وهعمل الصلصه بتاعتي مكان الزيت بتاع البصل. العدس بتاعي استوى طفيت عليه، الرز انا وطيت عليه، يبقى احنا كده ماشيين بسرعه. دلوقتي هنعمل الدقه بتاعتنا. انا صفيت الزيت، حطيت
فصين توم بالشكل ده. انا هقول لكم ان انا هعمل ايه. انا هعمل كله خطوه واحده، الدقه والصلصه كله مع بعض. دلوقتي انا حمرت التوم، هنزل بطشه الخل اهو، نزل زي العادي يعني اهو. هنزل بالبهارات بتاعتي، معايا كمون وبهارات وشطه. دلوقتي انا نزلت بالخل ونزلت بالبهارات، شوحتهم مع بعض. دلوقتي حطيت طماطم. الطماطم بتاعتي دي كانت في الفريزر. عايزه اقول لكم ان انا لما الطماطم بتبقى رخيصه بجيب الطماطم بتاعتي وبصفيه، بفرمها في الخلاط، بغسلها كويس قوي طبعا وافرمها في الخلاط، واخلي مثلا كام كيس يكون طماطم بس بالشكل ده من غير اي اضافات. مثلا ده كيلو، فبحتاجه مثلا الكشري لكون مثلا هعمل اي حاجه تخطر على بالي، فبكون عارفه الاكياس وبطلع الكيس ده. بعمل برضو ساعات اكياس للمكرونه المحمره. دي بتسهل كتير والله. يعني بقوم جايبه كيلو مثلا الطماطم، بقسمه على 3 وبفرم معاه فصين توم وقرن فلفل مع الطماطم، وبحط له البهارات بتاعته، واقوم جايه مقسمه الكيلو الطماطم على 3 او على حسب الكميه، لان انا بعمل مثلا نص كيلو مكرونه او كيلو الا ربع، فالكيلو يعني هيبقى حلو عليهم يعني. فباخد الكيس بطلعه من الفريزر، على ما بحمر الطماطم بحطه على النار مع شويه ميه بيغلوا، واقوم جايه سقطاهم مع المكرونه وهي بتتحمر، بتدي طعم حلو جدا. وبدل ما اقعد كل شويه افرم الطماطم، وبتبقى الطماطم عندي الكلام ده وهي رخيصه. وبعمل ايه كمان، بجيب الطماطم ما بعينهاش بقى، يعني انا بقول لكم ان انا بعمل كده لوحدهم، وبعمل شويه بالصلصه من غير ما اسبكها للمكرونه. بجيب شويه طماطم بقى، واقوم جايه عامله حله تسبيكه محشي كبيره، واسيبها تبرد. بحط لها بهاراتها وكل حاجه خالص، واسيبها تنشف خالص، تبقى تسبيكه جاهزه للمحشي. وبقوم جايبه الاكياس بتاعت التلاجة بعد ما تبرد تماما، وبعبي يعني مثلا الكيلو الرز بحط له 3 كبشات من الصلصه، واحطهم في الكيس وبططهم خالص لحد الكيس بتاعي ما بيبقى ناعم مفرود كده تماما، واحط الاكياس بقى فوق بعضها واحطها في الفريزر. انا محتاجه دلوقتي مثلا ما رحتش السوق، عايزه طماطم، عايزه احشي ومش فاضيه مثلا اسبك، الطماطم غاليه، اي حاجه، فبجيب الكيس من الفريزر بحطه في قلب الصينيه زي ده كده، واوطي عليه النار على ما اقور بدنجانتين، او اكون مثلا هسلق كرومبه بتكون التقليه فكت، بحط عليها الرز والخضره وبحشي، فبكون ارتحت من موال التقليه، بتبقى واقفه واحده وبيكفيني كذا مره. يعني ممكن اعمل 10 اكياس ولا حاجه يكفوني شويه حلوين. فممكن اعمل برضو للطبيخ صلصه للطبيخ. يعني احنا كنا اوقات اليومين اللي فاتوا، يعني مش اللي فاتوا قوي، اللي قبل شويه كده كانت طماطم رخيصه، جبت شويه حلوين وخزنتهم بالشكل ده. عملت الخلطات بتاعه المحشي مفروده، وعملت الصلصه بتاعه الطبيخ اكياس مكببه كده عشان اعرفهم بس من بعض. وممكن لو انت هتتلخبطي تكتبي بالقلم بلزقه كده وورقه وقلم. برضو عملت تسبيكه للخضار. هعمل اي خضار، بطلع الخضار اللي انا هعمله، بطلع كيس الصلصه برضه احطه على النار على ما اجهز الخضار، واقوم جايه حاطاه مره واحده، فبيجهز وبيبقى طعمه حلو جدا. اهم حاجه الحاجه اللي تحطها في الفريزر ما تفصليش الفريزر عليها، ما تطلعهاش تفك وتدخليها تاني. ما تقوليش مثلا ده انا هطلع الكيس اعمله برجع في كلامي، لا خلاص مش هعملها واحطه تاني في الفريزر. طبعا لا، ما تقوليش هفصل التلاجة عشان اغسلها وبعد كده ارص الحاجه فيها تاني، لا. قبل ما تكوني هتخزني تكوني غاسله التلاجة او الفريزر بتاعك كويس قوي، تخزني فيه. ما تطلعيش الحاجه تاني لما الفريزر يفضى، تقومي جايه مفضيه الفريزر بتاعك خالص، وتقومي جايه بقى غسلاه ومنضفاه تستعدي الخزين المره الجايه. لكن ما انصحكيش ابدا تكون حاجه في الفريزر تطلعيها تفك وتدخليها تاني. فالطماطم دي موجوده عندي اهيت. يعني انا مثلا مبقاش موجوده في السوق او مرحتش السوق، بطلع منها. رحت السوق وجايبه خضار وجايبه حاجتي خلاص، فبعمل من اللي انا عايزاه، فبخليها دي بس للاحتياطي. خلاص هي هتفك مع نفسها اهيت، وهتعمل الصلصه بتاعتها. حبايبي ودلوقتي احنا هنعمل اهوت، هنغرف الكشري مع بعض. ادي الرز الشعريه بتاعنا استوى، ادي المكرونه سلقتها، وبعد ما بردتها بشويه ميه حطيت عليها شويه من الزيت وقلبتها بالشكل ده عشان تتنيها. بصوا مفرفره معانا اهيت على طول. وادي الصلصه بتاعتنا بالدقه، الاتنين مع بعض. انا بحب انجز الطعم، هو احنا كده كده بنقلب كله على بعضه. انت حابه تعملي الدقه لوحدها، خلاص اعملي الصلصه لوحدها، واعملي التوم مع الكمون مع شويه من الخل وشويه من الميه على البارد. حابه تديهم غلوه على النار اديهم، ويبقى عندك الدقه لوحدها والصلصه لوحدها. لكن انا بحب انجز في الاكل، ما اقعدش طول النهار في المطبخ. عايزه اقول لكم ادي البصل بتاعنا، شايفين؟ سامعين؟
سامعين؟ سامعين؟ شايفين البصل عامل ازاي اهو وبيقطم اهو. انا هقول لكم بقى انا بغرف ازاي. بجيب الاول الطبق بتاعي عشان ما نقعدش نقلب. بجيب شويه من المكرونه، احاول اللي هي تبقى المكرونه الصغيره اهيت، ما تبقاش الاسباجيتي فيها كتير من تحت. طبعا شويه هم. هاخد عليهم برده شويه من الرز، هفرفر بس الرز بتاعي شويه عشان هو سخن اهوت. هاخد شويه من الرز بالشكل ده اهو، هعمله طبقات يعني. ادي كمان شويه من الرز. ادي الرز برده الشعريه، هما بيحمروا الشعريه لوحدها وبيعملوا الرز على العدس. ادي الشعريه باينه كتيره كانها متحمره برده لوحدها، ما هو الكشري كله على بعضه. فانا هقعد اعمل حله رز وارجع اعمل حله شعريه. طب ليه؟ كله على بعض اهو. طبعا هحط كمان شويه من الرز، طبعا كل واحد على حسب هو بيحب ياكل ايه. هغرب بقى شويه من المكرونه اللي هي سباكيتي دي، تبقى هي اللي على الوش بالشكل ده اهو. شايفين؟ يبقى مكرونه من الصغيره على رز على مكرونه من الصغيره على الاسباجيتي. هنحط الصلصه على الوش. هجيب بس معلقه. دلوقتي انا حطيت الصلصه بتاعتنا وجبت العدس. عايزه اوريكم العدس، شايفين مسلوق عامل ازاي؟ الحبه باينه، مش مهري ولا القشره بتاعته طالعه منه، ومستوي برده زي الفل. انا هاخد من الحمص. عايزين بقى تخلوا الحمص بتاعكم يبقى بالشكل ده من تحت اهو. طبعا نصفيه من الميه بتاعته اهو، بس احنا عشان مش هناكل دلوقتي، بس انا بغرف لكم انتوا طبق عشان اوريهولكم اهوت. حابين تخلوا الحمص داير ما يدور، والعدس من فوق، والبصل يبقى هو اخر حاجه زي ما انتوا عايزين. حابين تخلوه كله، انا بحطه على نفسي، بحطه ايه يعني فوق بعضه. يعني بحط العدس كله كده في قلب الطبق، وبعد كده احط الحمص برده فوقه، وبعد كده البصل. بس انا عشان اوريكم ان هو فيه حمص وفيه عدس. وادي البصل بتاعنا، شايفين اهو اهوت. وادي طبق الكشري بتاعنا بألف هنا وشفا. البصل ده هيتنيه طبعا ناشف لحد ما نيجي ناكل. اقتصادي جدا، سهل جدا، ما عملناش دربكه كتير، وعملنا في العيون كلها مع بعض. اتمنى ان هو يعجبكم. كتير طلبتوا مني ان انا اعمل لكم الكشري. ده طريقتي، انا بحب انجز في الوقت. ممكن اقول لكم لا هنسلق الكام نوع مكرونه، هعمل رز لوحده، وهعمل الشعريه لوحدها، وهعمل الدقه لوحدها. هتبص تلاقيكي بعد ما خلصتي عملتي مواعين ملهاش حصر. طب وليه احنا كده؟ والزيت اللي حمرنا به البصل، ابتدي بالبصل. الزيت ده انا عملت منه المكرونه وهي بتتسلق، وعملت منه المكرونه بعد ما اتسلقت، عملت منه الرز وعملت منه الصلصه. وفاضل كمان شويه انا ركنتهم لوحدهم عشان ايه يعني كمان ما خلص. فيبقى هو الزيت انت استخدمتيه للكل، مش مثلا تقلي البصل والزيت بتاعه خلاص اغمق مكان قليه البصل وانت تستخدمي زيت تاني. لا، فانت اقلي الاول وبعد كده اعملوا منه الاكل. بالعكس هيبقى ريحته حلوه وطعم البصل فيه حلو. اتمنى ان الكشري بتاعي يعجبكم اهوت اهو. اتمنى ان هو يعجبكم بالف هنا وشفا. ولو في اي استفسار ابعتوا لي وانا هرد عليكم. بشكركم جدا جدا من كل قلبي. ما تنسوناش بقى بلايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك. والى اللقاء في فيديو جديد.